انا تعبت قوي النهارده في الشغل ولسه في صيام وهشتغل تاني في البيت وتحضير فطار وسحور وغسيل اطباق، وانا عليا من ده كله بايه؟ كل ده علشان امراه عامله؟ لا 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 لا، الانسان مننا طاقه وصحه، وانا عايزه اوفر طاقتي، وعلشان اوفر راحتي شويه لازم اعيد ترتيب كل حاجه بعملها في الصيام وفي رمضان، وانا لازم اوفر اي وقت شويه. تقريبا دي معاناه كل ست بتشتغل في رمضان. انا مش جايه اعيد لك معاناتك لان انت كده كده عايشاها، بس جايه اجيب لك دليل المراه العامله في رمضان. اول مشكله بتقابلك انك بتروحي من الشغل تعبانه ولازم تعملي فطار. طب وليه مصعباها على نفسك؟ ما تكلمي السوبر ماركت وتجيبي اي خضار مجمد او متقطع جاهز على التحضير زي بسمه او مفازه، والنوعين دول حلوين جدا. ولو انت طاقتك خلصانه خالص في رمضان عندك لذة ريد، وده ميزته ان الخضار بالصلصه بتاعته بالبهارات كلهم في كيس واحد. سامعاكي يا اللي بتقولي غاليه؟ عاوزه اقول لك ان الست بتاعه الخضار اتفقي معاها كل يوم وانت راجعه من الشغل عدي عليه هتجهز لك كل الخضار متقطع وجاهز على التحضير وفريش اليوم بيوم. بس لو عاوزه تكبري دماغك عدي على السوبر ماركت وهاتي حاجه الاسبوع مره واحده، تجيبيها كلها جاهزه وحطيها في الفريزر وطلعي. لو انت بقى مش قادره ولا تقفي ولا تطبخي هتتفقي مع واحده من اللي بتعمل الاكل البيتي وتحضره، وهتجيب لك كل الاكل جاهز على التسويه والتحمير. وانت كده بالمناسبه نفعتي ست زيها زي ما هو الستات العامله لبعضيها. وبالمناسبه هنا بقى الرجاله اللي بتقول ما بناكلش اكل بايت، لا يا حبيبتي اكليهم اكل بايت عادي جدا وما فيش حاجه هتترمي. وفي العزومات بقى كفايه الوقفه طول النهار في المطبخ عشان الطبيخ، هيبقى في المواعين والحلل كمان. ففكي دماغك بقى من كل الدوشه دي وهاتي اطباق وكوبايات ورق عشان ترميها على طول. ما تقفيش ليل نهار تغسلي المواعين والحلل، احنا لسه عندنا هدة حيل في الشغل تاني يوم. وبالمناسبه اديك هتوفري شويه وقت علشان تعرفي تقعدي مع ضيوف بدل ما هتقعدي في المطبخ لوحدك. ممكن تساعدي نفسك بقى بما ان يوم الجمعه اجازه من الشغل هتجهزي كذا طبخه وتحطيهم في الفريزر على طول عشان طول الاسبوع تطلعيهم على التسويه، او اي حاجه توفر لك وقت بعد الشغل. محمود هيطلع يقول لي وفرقت ايه رمضان من غير رمضان؟ ما انتوا كده كده بتطبخوا في يومكم العادي. لا دي مش زي كلنا في رمضان رجاله وستات بنشتغل بنص طاقتنا، احنا بنبقى صايمين وفي عطش وجوع والكلام اللي انت عارفه ده. انت نفسك كراجل روحك بتبقى في مناخيرك وبتبقى متعصب طول الوقت علشان نفسك تولع لك سيجاره وانت صايم، وترجع من شغلك تقضيها نوم لحد الفطار علشان يا عيني مش قادر تواجه العالم وانت جعان وعطشان. ست بقى بترجع من شغلها وقبل ما تفكر في راحتها او ان هي تقعد تريح شويه بتدخل على المطبخ جري، ما هي لازم تحضر الفطار واللي على ما بتخلصه بيكون فاضل شويه قد كده على المغرب. فبتبقى محتاره تعمل في الوقت الصغير ده ايه؟ يا ترى ترتاح شويه بعد المجهود اللي عملته، ولا تقرا قران وتعيش طقوس وروحانيات رمضان، ولا تغسل الغسيل اللي وراها وتروق شويه الحاجات اللي في البيت، ولا هتشوف ولادها عملوا ايه في المدرسه وخلصوا اللي وراهم ولا لا. ويا عيني بقى لو اطفالها لسه صغيرين فدول اصلا لازقين في ديلها ليل نهار. ايه بالراحه شويه على الست، انا تعبت من وصف يوم الست في رمضان. للاسف كل الستات مضطره تعمل كده، ولو ما عملتش كده مفيش حد هيساعدها ولا هيعرف يقوم البيت غير. علشان كده هقولك شويه خطوات يمكن تساعدك في رمضان. في الاول كده بالراحه على نفسك، الانسان مننا طاقه، ما تجيش على نفسك بزياده وتقولي ده شهر في السنه مش سكور، هو اعملي اللي تقدري عليه وخلاص، واللي مش هتقدري تعمليه دلوقتي اعمليه في الايام العاديه. ما هو جوزك وولادك دول لازم يقدروا تعبك ومجهودك ويبقوا معاكي على الحلوه والمره، ويفهموا ان ده مش شهر اكل وكلبظه وبس. حددي اولوياتك وظبطي وقت، يعني الغسيل تحددي له يوم، والمكوه تتكوي بره او جوزك ممكن يساعدك هو ويكوي. ولادك لازم يتعلموا واحده واحده ان هم يعملوا حاجتهم بنفسهم، يعني ممكن يطبقوا هدومهم ويحطوها في الدواليب. وبالمناسبه المواعين مش هتعيط لو فضلت في الحوض لتاني يوم، يبقى اغسليها وانت مستنيه اكل الفطار يستوي. علمي ولادك وجوزك ان هم يساعدوك، كل واحد يشيل طبقه من مكانه ويروح يغسله. ممكن كمان يساعدوكي في الاكل البسيط اللي بياخد منك طاقه ومجهود، يعني ممكن يعملوا السلطه، يحشوا القطايف، يرتبوا البيت ويحطوا كل حاجه مكانها. لو انت بقى عاوزه تنبسطي وتعملي لمه وتعزمي صحابك ما هو من حقك، بس برضه راحتك مهمه. ففي الحاله دي تتفقي مع صحابك او حتى قرايبك انكم تعملوا ديش بارتي، وكل واحد منكم يحدد صنف ويعمله في بيت وتاكلوا مع بعض. وبالمناسبه هو حل اقتصادي، انت مش لازم ترهقي نفسك وميزانيتك علشان تدلعي الناس. واهم حاجه انك تعرفي انه مش عيب انك تخصصي وقت لنفسك علشان تعرفي تستمتعي وتعيشي اجواء شهر رمضان، ما هو شهر في السنه. رساله بقى لكل الرجال، الستات تعرف تعمل ده لوحدها بس برضه بتبقى محتاجه مساعدتك، ما هو مش لازم الحمل كله يبقى عليه. قسموا الحاجات ما بينكم، هي هتطبخ انت اعمل المواعين، لو عملت هي الفطار اعمل انت السحور، لو هي جابت الولاد من المدرسه وديهم انت الدروس. يعني خلوا حمل الشهر ده على الستات اخف شويه، اليوم هيبقى اسهل واهون عليها لما تعملوا كل حاجه سوا. سؤال بقى للستات اللي بتشتغل، يا ترى بتعملوا ايه في يومكم في رمضان؟ وشاركونا الافكار اللي بتعملوها علشان تسهل عليكم اليوم، خلونا نساعد بعض.